يا صباح العسل، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. يمكن كله خير وبركة كده. والنهاردة بقى كده قلت اقوم احضر كده حاجات احطها في الفريزر، برضه هتنفعني في عزومة ولا حاجة، او تسهل عليا الدنيا، ومن الحاجات كمان اللي بتاخد وقت، فقلنا نحضرها كده النهاردة. واول حاجة عايزة ارحب كده بكل حبايبي اللي شرفوني ونوروني في القناة. اهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وانتم طيبين جميعا، ويعود عليكم الايام بخير. اول حاجة كده عملتها قلت بسم الله كده، وقلت بقى ايه اما اشغل عود بخور كده جنبي واخد منه كده شوية طاقة كده وروايح حلوة. تمام. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف اول كده وصفة. انا هنا بقى جبت البايركس ده كده، حطيت فيه توم، حطيت فيه فلفل الاتنين مفرومين، وحطيت كمان معلقة من الخل وعصرة ليمونة. وجنبي بقى البخور الجميل شغال. بصوا مش قادرة اقول لكم على الروايح، بجد والله العظيم واقفة نفسيتي كده مستريحة، والدنيا رايقة من جنبي، والحمد لله رب العالمين. ربنا يروق حالكم وبالكم يا رب. هحط هنا التوابل، ملح وفلفل وكزبرة وكمون، شوية كزبرة كتير كمان، وشوية بهارات، وشوية قرفة. بس هي دي التوابل بتاعتي. هنتبل كبدة وهظبط الملح بتاعي. انا مش بحط فلفل اسود، معلش لو قلت فلفل اسود، لا مش بحط على الكبدة فلفل اسود، بحس ان الفلفل الاسود بيغمقها. انا بحط كمون، وبحط كزبرة كتير ناشفة، وكمان ملح وشوية بهارات وشوية قرفة، والخل والليمون. ما تكترش كمان الخل عشان ما يخليهاش تتهري وتبيضي مننا. هبدأ بقى كده اتبل الكبدة بتاعتي، غسلها كويس، اديتها شطفة كده في المصفى، وسبتها تتصفى كويس، وبعدين بنقعها في شوية لبن، وارجع اصفيها تاني، وهتاكلي احلى كبدة بجد والله. بعد ما تبلتها كده هبدأ بقى اقسمها على طبقين. قسمي بقى الوجبة على قد افراد اسرتك، الوجبة اللي هتكفيكي. انا قسمتها هنا كده على طبقين، ما شاء الله اللهم بارك. ولو لقيتي كده قطعة كبيرة قسميها على اتنين، وبس كده. وطبعا كل الحاجات دي لما بتشتغل متبلة طبعا بتاخدي منها طعم زي الفل. طبعا برحب كل حبايبي اللي نوروني في القناة. ربنا يخليكم يا رب، وشكرا لكل اخواتي وحبايبي اللي بجد محفزيني ومشجعيني. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. طبعا كلهم عارفين نفسيهم حبايبي واخواتي، ربنا يخليكم ليا يا رب. هنا بقى هركنهم كده على جنب، وهشوف هعمل ايه تاني. هنعمل كمان مع بعض ممبار. يا سلام، عارفين بقى ان الممبار بياخد وقت غسيل وتنظيف وحشوة وتحضير الحشوة، فطبعا انا هنا ايه غسلاه ومخليه زي الفل. ده ممبار بلدي من عند الجزار. الصراحة هو بعد ما بيوزن وبينضفهولي، وانا باجي هنا اغسله واعيد عليه كويس جدا. معايا كيلو من الطماطم، حوالي كيلو. حبة بصل بقى حلوين كده، كيلو الا ربع، انا بحب اكتر له البصل قوي. ومعايا شبت وبقدونس وكزبرة خضرة. ومعايا كمان صلصة، ومعايا فلفل مفروم حامي بقى او بارد، او فلفل اخضر او فلفل احمر، براحتك براحتك خالص. فرمت هنا بقى كده كمية البصل الحلوة اللي معانا ديت. وهضرب كمان الطماطم نص ضربة، مش بضربها يعني مش بضربها جامد اكنك هتعمليها مثلا في الخضار، لا بخليها كده ايه زي ما انت شايفة تخينة شوية، ومش بحط لها مية كتير علشان ما تبقاش طبعا الخلطة كلها مية. والخلطة بقى السرية والتحفة بتاعتي، هحط كمان كيس صلصة طماطم اللي احنا مفرزينها بالبصل، اللي مسبكة بالبصل، تفرق جدا قوي في الممبار. كنت حطي كده كيس لو فرستيها. ما عندكيش متفرز وعندك شوية آه، طماطم كده بتاعت صلصة بتاعت مكرونة، حطيها، او طبيخ برضه هتبقى حلوة قوي. هقصقص كمان الخضرة. والله الممبار سهل جدا جدا. بس في ناس كتيرة مش بتعرف تعمله. طبعا في بنانيك كتيرة لسه بقى متجوزين وملهمش في المطبخ قوي، فطبعا تقدروا تعملوه بكل سهولة والله، ما فيهوش اي حاجة. خرطي كده كمان الخضرة. انا بقى هنا بحضر له طبعا الخلطة بتاعته، وهو كيلو من الممبار. لو عندك انت بقى الجزار بينضفه يبقى احسن لك والله، خليه ينضفهولك. بياخد حاجة بسيطة مثلا 5 جنيه ولا 10 جنيه على التنظيف، بس بيدولك زي الفل. وانا هنا بقى باجي اغسله وانضفه وانا بالليمون وبالخل وبالدقيق والملح
وبيبقى زي الفل. هنا بعد ما حطيت معلقتين كبار من الصلصة هتحطي على وشها شوية زيت وتظبطيها كده علشان ما تبص منك في التلاجة، وحطي كمان شوية فلفل. انا هنا الفلفل ده كنت مفرزاه، بيسهل برضه عليا. كل حاجة عندك في الفريزر بجد بتسهل عليكي الدنيا. انا عندي كمان على فكرة خضرة متفرزة، بس قلت مش مشكلة نخليها لي بقى لرمضان تنفعني. واجيب فريش وخلاص. هنا بقى السر كمان في الطعم والريحة الجبارة، صوص الباربيكيو بجد تحفة. بس انا كان خلصان عندي اخر حبة كده، حطيت لهم بق ميه صغير خالص، ورجيت الازازة وحطيتهم. بس بجد لو عندك حطي، جربي الطريقة ديت هتعجبك جدا وهتدعيلي. وحطيت كمان شوية من الزيت، وهحط بقى كمان التوابل بتاعتي. حطي بقى نعناع ناشف، افركي شوية كده في ايديكي، حطي كل التوابل، حطي ملح، حطي فلفل، كمون، كزبرة، بهارات وقرفة وجوز الطيب. وهنحط نظبط الملح بتاعنا، وهنحط ماجي. بصي، كل التوابل اللي عندك في البيت، وهتحطي بابريكا وشوية من الشطة او قرن فلفل سبايسي كده لو بتحبي الحراق. وظبطي بقى الخلطة الجبارة بتاعتك دي، وشمي الريحة بجد والله العظيم الريحة تحفة من قبل اي حاجة، وهتاكلي ممبار زي العسل. تقدري تنزلي تجيبي كيلو ولا حاجة، وتقدري بقى تفرزيه وتعمليه وتشيليه. يجي ممكن تعملي عزومة ممبار وجنبيها كبدة وفشة وصينية رقاق، صينية جلاش. وبتبقى أكلة جميلة. ممكن شوية لحمة ببصل كده، كباب حلة. والأكل ده بيبقى تحفة تحفة. تعملي بقى حلويات المذبح كده، وهتبقى عزومة مختلفة بعيدا عن الفراخ واللحمة والبط والكلام ده كله. هنا بقى حطيت كل التوابل زي ما قلتلك، كل التوابل بتاعتي. ومعايا كيلو من الرز غسلته كويس جدا وصفيته. وبعدين هبدأ انزل بقى على الخلطة الحلوة دي كلها. مش كل بقى الممبار بياخد كيلو رز، يعني انا بقول كيلو الممبار ياخد كيلو رز مع الخلطة اللي احنا بنعملها طبعا. بس ساعات بياخد الكيلو كله، وساعات بيفيد منه. انا صراحة فاض مني شوية، مش برميه ولا بوديه في اي حتة، انا بسويه وبناكله بيبقى طعمه زي العسل. اهم حاجة صفي بس المية كويس علشان الخلطة بتاعتك دي ما يبقاش فيها مية. بس وقلبي بقى يا ستي كل الكلام الحلو دوت. ولما تلاقيه مثلا مش حمرا معاكي تقدري تحطي صلصة. انا هنا ما شاء الله شايفين حمار عاملة ازاي، حمرا جدا. هنا بقى ابدا اقص كده الممبار بتاعي المقاس اللي انت حباه. انا بحب وسط، ولا طويل قوي ولا قصير قوي، عشان لو عندك اطفال تقدري كده يمسك الواحدة ياكلها، ما يبهدلش بقى نفسه بيها وكده. بصي بقى يا ستي الكل انا بحشي ازاي. انا بفتحها كده وببدا احط الصباعين الاتنين بتوع ايدي الشمال كده جواها وافتحها، وابدا احشيها. انتي بقى بتحشي بالقمع تمام، بتحشي باي طريقه تانية تمام، انا ما بعرفش. وبنزل كده الرز بصباعي الكبير بتاع ايدي اليمين، وبيتحشي معايا وبيبقى زي الفل. طبعا مش بنحشي كويس عشان ما يفرقعش مننا لا قدر الله في الميه وينزل مننا رز كتير، لا احنا بنبططه كده ونخلي الرز فيه مستريح علشان ما ينزلش مننا رز، وكمان ما يفرقعش مننا، وهتاخدي نتيجة جميلة. بس كده زي ما انت شايفه مبططوه كده وخلاص. طبعا كل الحاجات دي في الفريزر هتسهل عليكي الدنيا في رمضان طبعا وفي الوقفة. انا بحب اعمل كده لاني بحب بقى ايه، آه، اقرأ قرآن كتير واختم كذا مرة، ربنا قدرنا يا رب. مش بحب اضيع اليوم كله في المطبخ. رمضان زي اي يوم، زي الايام العادية. قومي طلعي اي حاجة من اللي احنا فرزناها وابدأي اعمليها بساعتها. يعني ممكن كمان تبدأي بعد العصر، تبدأي تدخليها. طبعا لو كفتة هتحطيها في الصينية وهتدخليها على طول الفرن جنب شوية مكرونة، كيس صلصة من اللي احنا مصرصينه، وهتسلقي كيس المكرونة وشوية طحينة وخلاص عملتي الغدا. وهكذا هتطلعي طبق ممبار هتقليه جنب شوية بطاطس جنب شوية سلطة، وبرده ما خدش في ايدك 10 دقايق. وطبعا شقتك نضيفة وحاجتك كلها زي الفل. فبقى طبعا ايه، نقعد بقى نقرا القرآن ونذكر ربنا وطبعا الصلاة أهم حاجة. وما نضيعش رمضان من ايدينا في الأكل وفي العزومات وفي كل الكلام دوت. تمام كده.
فاحنا بنحضر الحاجات ديت مش علشان رمضان اكل وشرب، لا طبعا احنا بنحضرها عشان نسهل علينا وعشان نفضل عبادة ربنا. وكل سنة يا رب وانتوا طيبين طيبين، ويعود عليكم الايام بخير جميعا. هنا بقى هبدأ انا كده احشي بقى كل الكمية بتاعتي، وديت عشان كبيرة هقصها يعني، بس لما اجي اسلقها كده هروح اقصاها. خلصت هنا اللهم بارك الكمية كلها. هنا بقى حبة الرز اللي فاض هبدأ اخد الصلصة بتاعتهم كده اعصرها على الممبار، لان انا بحب احطها في مية السليق، بتديله حمار كده وبيبقى جميل. تمام كده. معي هنا على البوتاجاز حلة فيها يجي ربعها مية، حطي طماطماية وبصلاية وشوية خضرة من اللي احنا كنا بنقطعهم. حطي كمان ورق لورا عندك، حبهان، حطي قرف، حطي قرنفل تحفة جدا، حطي شوية فلفل اسود ومكعب ماجي، ظبطي اكنك بتعملي شوربة كده فراخ. تمام كده. وبعدين اول ما هتغلي ده قرنفل، اول ما هتغلي هنروح حاطين على طول الممبار بتاعنا. طبعا احنا هنشيله في الفريزر فمش هنحطه كتير يتسلق، يعني حوالي ربع ساعة وبس كده. هنطلعه 3/4 سوا عشان لما يتشال في الفريزر ويطلع هيبقى ايه ما يتهرش مننا والرز بتاعه يبقى مظبوط. هنا حطيت فلفل اسود وحطيت 7 بهارات من اللي احنا بنعملها. هنا اول ما المية غليت معايا هبدأ اسقط كده الممبار بتاعي من عندي البوز بتاعه، هنزله هو اول حاجة في المية عشان يقفل معايا. تمام كده. يلا بقى لو وصلت لحد هنا اللايكات الكتير وشير كتير عشان كله يستفاد. ولو لسه بقى ما نورتنيش خشي نوريني واشتركي في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتعليق جميل كده منكم، اللي بيفرحني ويحفزني كده ويشجعني. ربنا يا رب يخليكوا ليا ويديمكم نعمة في حياتي. شايفين منظر اصلا الشوربة تحفة جدا. وهنا حطيت شوية الرز اللي اتبقوا كده بسويهم، بيبقى طعمه حلو قوي قوي الرز دوت زي الرز المحشي كده. هنا بقى بوريكي ان البق بتاعه قفل ومش هينزل معانا رز. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، بعد ما استوى طلعته كده وصفيته كويس جدا من اي رز ومن اي حاجة. واول ما بيبرد هروح حاطاه في اطباق. كمان كنت جايبه كيلو فلفل الوان، بصراحه ما فرستش خالص السنه دي فلفل الوان. فلقيت واحده كده ست طيبه كده قاعده معاها اكياس كده فلفل وبتبيعه ب20 جنيه. الصراحة خدت منها كيس وغسلته ونضفته ورحت قلت بقى اما اقطعه برضو كده هيسهل عليا لو هتعملي شوية كبدة، هتحطيها على شوية شاورما، تحطيها في صواني. برضو الفلفل الالوان حلوة قوي قوي في الوجبات وكده. آه يعني كل ما تنزلي السوق وتلاقي حاجة هاتي واعملي، حتى لو هتلاقيها رخيصة طبعا دي أهم حاجة. تروحي جايبة في ساعتها وتروحي مفرزاها وحطاها في الفريزر، في أي وقت هتلاقي الحاجة موجودة عندك. أنا خلصت هنا بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها الجميلة ديت. يا رب تكون عجبتكم. أنا ما بحطش الكبدة في ردة، بشيلها كده بالتتبيلة بتاعتها. وقسمت كمان الممبار في طبقين. آه شايفين احمر ازاي؟ بجد حلو قوي. يا رب كده النهارده تكونوا استفدتوا بأي حاجة. يلا بقى حطي اللايك قبل ما تخرجي يا لوزة. وكل سنة وانتي طيبة واشوفك ان شاء الله على خير، مع ألف سلامة.